السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة قصص لاله فاطمة. القصة ديال اليوم قصة المرضي، قصة زوينة بزاف وفيها عبرة غزالة. كنتمنى أنكم تبقوا حتى الأخير حيث أنا متأكدة أن القصة ديال اليوم غادي تعجبكم. القصة كتقول: أنا ولد باب الله، سميتي معاذ، ولد درويش على قد الحال. الوالد ديالي مات الله يرحمه، خلاني في عمري 6 ديال السنين. عشت أنا والوالدة في دويرة ديالنا، دويرة صغيرة على قدنا. الوالدة كافحات مع الزمان ورباتني وكبراتني. عندي خوالي ساكنين قراب لينا، مرة كيجيو يطلعوا علينا وحنا كذلك كنمشيو نطلعوا عليهم. الوالد ديالي الله يرحمه خلى الوالدة شي رزيق كانت كتعاون به على الزمان. خرجت أنا من القراية باش نعاون الوالدة والوقت صعيبة كيف كلشي عارف. مشيت كنخدم حلاق من بعد ما خديت واحد الدبلوم. عاوناتني الوالده وفتحت واحد الصالون صغير نص بالنص انا وصاحبي رضوان. بقينا مقاتلين مع الزمان كل نهار ورزقو، راضيين بداك الشي اللي قسمو لينا الله. الوالده بدات كتكبر وكتعيا، بدا كيبان عليها الكبر، صحتها الدهورات وقلالت، كانت كتقطع ليا في قلبي. خالتي كتجي مرة طلع على الوالده وتجمع ليها الدار، ولكن حتى هي مرا كبيره ما بقاتش كتقدر، رجعات كتصيفط بنتها مرة كيطيبوا لينا شي حاجه وموانسين مع الوالده. انا كنت دائما كندوش لامي وكنمشط ليها وكنشري ليها داكشي اللي خاصها من الدواء وكنديها للطبيب مرة حسب المستطاع ديالي. الوالدة قالت لي: أنا راضية عليك ولدي، ولكن بغيت نشوف وليداتك قبل ما نموت. قلت ليها: سكتي يا أمي، ما تقوليش هكذا، الله يطول في عمرك. قالت لي: ولكن هذه هي سنة الحياة. قررت أنني نوافق على الهضرة ديال الوالدة ونفكر في الزواج. قلت للوالدة: إلا بنت لك شي بنت الناس خبريني، وأنا ما عليا غير نمشي معاك. قالت لي: ما بان لي حد هاد الساعة حسن من بنت خالتك، مقابلاني مسكينة وكتعاونك عليا. داكشي اللي كان، خطبت بنت خالتي وتزوجنا. عاشت معايا انا والوالده، بقات مقابلاها معايا، الله يجازيها بالخير حتى هي. وحتى انا ما كنتش مقصر من جهدي معاهم، كانوا هما كل ما عندي. واحد الليله امي تزاد عليها الحال، خديتها للطبيب وقالنا بلي خاصها ضروري دير شي تحاليل. داكشي اللي كان، درنا ليها التحاليل في اسرع وقت، وحنا كلنا خلعة اشطاري وكنستناو يردوا علينا، حتى قالنا الطبيب للاسف هي مريضة بالسرطان. الخبار نزلات عليا بحال الصاعقة، وبقيت غير كنبكي بحال شي وليد صغير محتاج لماما، حيت من بعد الله عندي غير ميمتي ومراتي. الوالدة عنصر كبير في حياتي، وما نقدرش نتصور حياتي بلا بيها ولو لثانية وحدة. كل شي ظلام بالنسبة ليا، الحياة بقات كتبان ليا كحلة، حيت حنا ديما كنربطو هاد المرض بالموت. مراتي بقات كتقويني وكتقول لي: اتقي الله، اتقي الله تعالى، خاص ايمانك يكون قوي في هاد الظروف. ماماك محتاجة ليك توقف معاها وتكون سند ليها، هذا ماشي وقت الضعف. داكشي اللي كان، قررنا اننا نبداو العلاج للوالده، ومراتي كانت كتساعدني بزاف، كتهز معايا الوالده وكانت كتقول لي: غير خليني انا قاده بها. ولكن انا كنت كنبغي نشاركها في الحمل ديال الوالده وفي بزاف ديال الحوايج، باش نبقى في نفس الوقت قريب من امي وندير الرضا ديالها وترضى عليا كيف ديما كانت دائما كترضى علينا، لا انا لا مراتي. الحاله ديالها بقات كتزيد تسوء كل مره للاسف، كان الحال ديالها والمرض ديالها كيزيد كيصعب كل نهار كتر. واحد الليله كان فيها الحريق بزاف وبقات كتعذب مسكينه، وقلت: يا ربي تشافي ميمتي وانا نمرض في بلاصتها ونهز عليها هاد المرض، نتعذب انا وترتاحي انتي يا امي. وبقيت كنقول امين وكنكرر هاد الدعاء كل ليله. كنت ما قادرش نتحمل ان ماما تمرض، وكنت ما قادرش نتقبل الوضع، وكنت كنطلب انني انا اللي نكون مريض في بلاصتها وان هي اللي تشافى.
الوالدة كانت دائما كتقول لي ما تقولش هكذاك ولدي، بعيد عليك ولدي، انت مازال صغير. ولكن انا كنت مصر على هاد الدعاء وكنت كنرددو دائما. دازت ديك الليلة ودازو وراها ايامات. الوالدة بعد صراع مع المرض الجسم ديالها ما تحملش وفارقات الحياة وهي بين يديا. هي كتموت وانا كنموت معاها. كنقول يا ريت كنت انا ولا انتيا الحبيبه. ولكن هاد الشي اللي كتب علينا الله. الحمد لله. الزوجه ديالي هزات معايا الهم والمسؤوليه وصبرات حتى هي وواساتني في الحزن ديالي. والحمد لله على قدر الله. دازو شي شهور عاد بديت كنمشي نخدم وعاد رجعت شويه شويه لحياتي. بديت كنرجع شويه لحياتي الطبيعيه. واخا عمري فرحت ولا غادي نفرح. هادشي اللي كنت كنقول دائما. ما يمكنش ليا نفرح من بعد ما ماتت امي. صافي كلشي مشى. واحد الليله كنت جاي من الخدمه عيان بزاف. ما قادرش نوقف. قالت لي مراتي اجي تتعشى. قلت ليها لا باغي غير ننعس ما عنده منين يدوز ليا انا اصلا عيان بزاف. نعست وانا نحلم بالميمه الحنينه وقفات عليا. ميمتي بقات مقابلاني في داك المنام. بقات غير كتشوف فيا وكتقابلني. قلت ليها سيري ترتاحي يا امي بحال الا عرفات بلي انا مريض وجات تقابلني. وانا طلبت منها انها تمشي ترتاح. قلت ليها راه انت اللي مريضه وانا اللي خاصني نقابلك ومن الواجب ديالي انني نتهلا فيك. وقالت لي لا اولدي انا صافي تشافيت. الحمد لله. انت اللي مريض دابا وانا اللي خاصني نبقى نقابلك ونتهلا فيك كيف كنتي كتهلا فيا. وقالت لي رد البال راسك اولدي معاد. صافي ديك المنامه جاتني في شكل وضراتني في خاطري وما فهمتهاش اشنو كتقصد. دازو الايام وبقيت كنحس براسي عيان. قالت لي مراتي ضروري خاصك تمشي عند الطبيب. ملي مشيت عند الطبيب قال لي الطبيب نفس الحاجة حتى أنا عندي مرض الوالدة الله يرحمها. مراتي تصدمات حتى هي وما قدراتش تحمل هاد الواقعة. ولكن أنا كنت كنعطيها الصبر وكنقول لها الحمد لله. الإنسان المؤمن مصاب وهاد الشي راه عادي. حتى أنا مصاب الحمد لله على كل حال. وعرفت أنه سبب المرض ديالي هو الدعاء ديالي واعتراضي على قضاء الله. هاد الشي اللي وصلته ليا الوالدة في المنام. حيت قلت أنا نمرض وانتي تشافى يا الوالدة. الشفاء ديالها كان هو الموت حيت ارتاحت من المرض. وأنا تبليت حيت كنت رافض أنه الوالدة تمرض واعترضت على قضاء الله. أنا الحمد لله لقيت بنت الناس واقفة معايا وكناخد العلاج ديالي وعاقد أملي بالله تعالى. الصحة ديالي بدات كتحسن والجسد ديالي كيستجب للعلاج الحمد لله. ولكن تعلمت درس واحد في هاد الحياة ومن هاد التجربة أني مهما كان الإنسان عزيز عليا عمري نعترض على الحكم ديال الله تعالى. وكل شيء كتبه الله عنده سبب وعنده حكمة. الله يشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين وكل من هو مريض الله يلبسه لباس الصحة والعافية. هذه هي كانت نهاية القصة. قصة المرضى وميمته والدعاء اللي غير حياته واللي سبب ليه المرض. نتمنى أنها تكون عجباتكم وخديتوا منها موعظة. شكرا حيت بقيتوا حتى الأخير. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتشجعوني باللايك إلى عجبكم الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسلامة عليكم تهلاو في راسكم.